مبروك، عينوك عامل بسوبر ماركت صغير بس عليه إشاعات ما تطمن. الراتب 800 دينار، شفت ليلي من الساعة 10 بالليل إلى 5 الفجر. قالوا لك الشغل سهل بس عطوك قوانين تلتزم فيهم عدل. القانون الأول: إذا دخل زبون بعد الساعة 2:33 بالضبط لا تطالع بعيونه أكثر من 5 ثواني. إذا ابتسم لك ابتسامة مريبة بدون سبب لا تبتسم له. القانون الثاني: الثلاجة اللي موجودة بنهاية الممر الثالث، إذا سمعت طق خفيف يطلع من داخلها لا تفتحها حتى لو سمعت صوت أحد ينادي اسمك. القانون الثالث: بين الساعة 2:17 و22 الفجر كل الكاميرات راح تطفي، لا تطالع شاشة المراقبة بهالوقت، لأن إذا شفت شيء يتحرك غالباً ما راح يكون انعكاسك. القانون الرابع: إذا طاحت هلبة من الرف بروحها رجعها مكانها واعتذر. اعتذر حتى لو ماكو أحد يمك. القانون الخامس: إذا دخلت عليك وحدة لابسة رمادي كامل وتبي حليب أطفال قول لها خالص حتى لو كان المخزن مليان. القانون السادس: لا تطفي أنوار المحل قبل الساعة 5 بالضبط. مرة واحد طفاهم على الساعة 4:59 ولقوها الصبح داخل الفريزر. أول ليلة الأمور كانت عادية. ثاني ليلة بديت تسمع صوت طق من الثلاجة اللي بنهاية الممر الثالث، تجاهلت الصوت. ثالث ليلة الساعة صارت 2:18، الكاميرات طفت. هني غصبا عنك طالعت الشاشة وشفت نفسك واقف ورا الكاونتر، بس أصلا أنت بهاللحظة كنت واقف يم باب المخزن، والنسخة اللي بالشاشة كانت تبتسم. الساعة صارت 5، الإضاءة طفت بروحها. ومن ذاك اليوم صاروا يدورون موظف جديد. الراتب 800 دينار، الشفت من 10 بالليل إلى 5 الفجر، وتحت الإعلان مكتوب بخط صغير: يفضل خبرة سابقة.